اول حاجه بيبداوا بيها عند اي اكل وكأن هو ده كل الاكل المخلل. على الفطار عايزين مخلل، في الغدا عايزين مخلل، في العشاء برضو بيبقوا عايزين مخلل. خصوصا لما تعملي شويه مخلل حجازي تحفه، ريحتهم خطيره وطعمهم جميل، قرقشه لحد اخر حته في اي قطعه مخلل بتاكليها، وشكلهم زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم النهارده المخلل الحجازي لرمضان بقى، لأي وقت في السنة. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض ونشوف عملنا ازاي شوية مخلل مشكلين كتير جدا. أولا لو هتجيبيهم من بره هتجيبيهم غاليين قوي، مش هيبقوا بالنظافة والحلاوة دي. أول حاجة عملتها وهبدأ بيها، حطيت معلقة من حبة البركة، معلقة من هريسة الشطة، ودي الهريسة اللي أنا عاملاها في قلب البيت، على عصير 5 ليمونات أو 6 ليمونات، مش أكتر من كده. الليمون غالي، هترمي القشر أبدا. نرمي القشر ازاي يعني؟ هقول لكم هنعمل بيه ايه. ده الليمون اللي أنا اشتغلت بيه. تمام، الليمون اللي هو الكبير ده اللي موجود دلوقتي جدا في قلب السوق ومنتشر. عملت فيه ايه؟ مسكته قطعته تقطيعة كويسة وغسلته كويس جدا، وحطيته على البوتاجاز 5 دقايق. عصير الليمون ده اهو، عصير 6 ليمونات، حطيت عليهم قد ايه؟ معلقه كبيره سكر. معلقه كبيره سكر. دول 2 كيلو مخلل. هحط عليهم قد ايه ملح؟ هحط عليهم حوالي 6 معالق ملح كبار. تمام، دول 2 كيلو او حاجه الا حاجه بسيطه، هحط عليهم 6 معالق ملح كبار. وحطيت عصير 6 ليمونات او 7 ليمونات على حسب ما تبقي سخيه. لو انت غنيه ما فيش مشكله، حطي ليمون كتير. عصير ليمون بيبقى حلو جدا وريحته خطيره. تمام، ومعلقه واحده من السكر. هحط 3 او 4 معالق من الخل. تمام، هحط كمان زيت بس فوق وش المخلل في الاخر خالص لما بخلص. هاخد بقى الدريسنج اللي عملناه ده، هنزله على معلقه كبيره من حبه البركه. ودي برضو ليها، محدش يقول ان حبة البركة ملهاش طعم. حبة البركة ليها طعم وليها ريحة وكمان ليها فايدة كبيرة جدا. تمام، هقلب بقى كل ده كويس جدا، هو مش هيدوب في قلب ده. طب انت هتخللي المخلل كله ال2 كيلو اللي قلتي عليهم، او ال2 كيلو الا ربع، ايا كان، في شوية دول كل الخضار اللي انت هتحطيه هينزل سوائل، عشان نبقى متفقين على كده. فلو انت مليتي الدنيا، انا نقلت طبعا هنا في بوله كبيره، وده القشر او الليمون اللي انا عصرته، خدت عصرته طبعا مش هرميه خالص. تمام، نزلته في الميه اللي بتغلي بتاعه عصير الليمون، وبعد كده خدته استعملته. عندي ايه بقى؟ قرنبيط، فلفل رومي، وفلفل اللي هو الكبير. عايزه تحطي حامي حطي. خيار، مقطعه الخيار كبير شويه علشان خاطر يستحمل تسويه الفلفل والقرنبيط. عود كرفس، وده بقى الحاجة الخطيرة التحفة اللي هتديكي نقلة كبيرة جدا للمخلل في حتة تانية خالص. ودول ال4 ليمونات الكبار اللي انا استخدمتهم وسلقتهم نص سلقة. تمام، اهو ده شكل الليمون الكبير، قطعت التقطيعات دي. وبعد ما قطعته سلقته، في بقى حاجة مهمة عايزة اقولها لك. اي سكينة بتقطعي بيها ليمون، ما الله الله يرحمها، مش هتشتغل معاكي. تمام، لان الليمون الحمضيات اللي بتبقى في قلبيه هو والبرتقال، بس الليمون اكتر بيبوظ السلاح بتاع السكين. فيستحسن وانتي بتقطعي الليمون ده استخدمي السكينة المشرشرة. بعد كده عبيت كل المخلل بتاعي. كان عندي شوية زيتون حلو من المتخلل، او عندك من الجاهز عايزة تديله نفس الريحة بتاعتك بقى الحلوة، حطيه. حطيت ورقتين لورا، وهغطي وش المخلل بتاعي كله بشوية زيت بساط. عملنا مع بعض النهاردة مخلل حجازي بطريقة بسيطة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. انت متأكدة ان هو هيتخلل في شوية المية اللي انت حطاهم دي؟ يا ستي لو انت متضايقة وزعلانة وحاسة ان المية قليلة، مية الليمون اللي سلقتي فيها حطي منها ربع كوباية، نص كوباية، بس اوعي البرطمان يتملي. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.